يلا نعمل النهاردة شوية بقسماط بالسمسم. أحلى وأنضف وأوفر بكتير من اللي بنجيبها من الفرن. هي كوباية زيت واحدة بس هنحتاجها، هنعمل منها كمية كبيرة من البقسماط، طالعة مقرمشة وهشة جدا، وطعمها طبعا في منتهى الجمال، مع شوية كده إضافات بسيطة هتدينا أحلى بقسماط هناكله في حياتنا. من الحاجات الحلوة اللي دايما بنحب ناخدها كده جنب كوباية الشاي الصبح أو بالليل على العشاء، أو نديها كده للولاد في نص اليوم ياخدوها سناك. يلا نبدأ على طول ونشوف هننفذها ازاي مع بعض بأسهل طريقة. بس قبل ما نبدأ حابة أفكركم، لو انتوا أول مرة تشوفوني أنا اسمي جميلة خليل، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير لو عجبكم فيديو النهاردة. المقادير بتاعتنا في البولة دي أنا ضفت فيها كوباية زيت وكوباية حليب، بس الكاميرا فصلت وأنا بصور. وفي نفس المج اللي عايرنا فيه الزيت والحليب هحط كوباية من السكر. أهم حاجة كوباية واحدة بس بنعاير بيها كل حاجة. المج العادي بتاع الشاي. نقلب كده بقى بالمضرب اليدوي لحد لما السكر يدوب تماما، مش عايزه فيه اي حبيبات سكر خالص. وكمان هنلاقي كده الخليط بتاعنا بدأ يفتح ويتقل شويه، هضيف لها نص معلقه صغيره من الملح. وهنحتاج هنا ريحه الكحك دي اختياري، معلقتين صغيرين بس بتفرق جدا في طعم البقسماط، بتديها طعم تحفه. وبديل ريحه الكحك هنستخدم معلقه كبيره من الشمر واليانسون متحمصه وطحنينها ناعم جدا. نقلب كل الكلام ده مع بعض كويس ونتأكد ان هما كلهم اختلطوا مع بعض. نيجي باقي المكونات التانية وهو الدقيق. هنحتاج هنا في كمية الدقيق من 5 ل6 كوبايات دقيق. أنا هحط نص الكمية الأول، يعني هنحتاج كده في الأول 3 كوبايات من الدقيق بنفس المج اللي عايرنا بيه الزيت والحليب والسكر. هنحتاج باكت من البيكنج باودر اللي هو وزنه 10 جرام، هضيفها الأول على ال3 كوبايات الدقيق، ونبدأ كده نعجن، مش نعجن، بنقلب بإيدينا زي ما انتم شايفين كده بأطراف صابع. أنا بلم بس المكونات مع بعض، لان العجن زي ما قلت لكم في نواعم الافران والحاجات دي بتخليها كده تعضم. طبعا العجينه مسيله خالص معايا، فحطيت كده الكوبايه الرابعه والم. وبعد كده هحط الكوبايه الخامسه وبرده كده الم باطراف ايديا. وافضل طريقه زي ما انا بستخدم كده بحط تدريجي عشان يطلع معانا العجينه ناجحه. واخر كوبايه معايا هي الكوبايه السادسه. انا احتاجت بالظبط 6 كوبايات وربع تقريبا. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، ممكن تحتاجوا 6 كوبايات او اقل او اكتر شوية. لميتها بايدي زي ما انتوا شايفين كده باطراف صوابعي لغاية لما لمت معايا وبقت بالشكل ده، عاملة زي الملبن بالظبط. بصوا طرية جدا في ايديا، ولا هي بتلزق وسايحة مني ولا ناشفة ومشققة. طيب لو مشققة معاكم نعمل ايه؟ هنزود لها شوية زيت لحد لما تلم معانا معلقة في معلقة، والعكس لو طرية قوي بنحط لها شوية دقيق. نيجي بقى للتشكيل. بحط كده مفرش سيليكون او على السطح اللي انا هشتغل عليه يكون نضيف. بحط شويه سمسم ابيض او سمسم احمر زي ما انتوا حابين، وباخد قطعه من العجينه اللي عملناها مع بعض، حوالي وزنها لو انتوا عاوزين بقى توزنوا يطلع يعني كله قد بعض بالظبط، وزنها من 10 ل 15 جرام. بلفها الاول رول بالشكل ده، ويعني يفضل يكون سمكها او حجمها ما يبقاش لا هي رفيعه قوي ولا تخينه قوي، عشان تطلع معاكم بالحجم اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. حابين البقسماط رفيع قوي هترفعوها شوية عن ما انا عاملاها. بعد كده بعد ما بلفها بدخلها في السمسم وابرمها فيها عشان إيه تبقى كلها كده متغلفة بالسمسم اللي عندي. بعمل واحدة كمان مع بعض. زي ما قلت لكم ممكن توزنوا على الميزان او انتوا كده بالنظر هتطلع معاكم مظبوطة. طبعا الحجم وسمك البقسماط زي ما انتوا حابين، عايزينها رفيعة تخينة، عايزينها تبقى طويلة او قصيرة شوية براحتكم. يعني الحجم ده بيرجع لكم انتوا زي ما انتوا حابين. بس انا عملت البقسماط بالحجم اللي انتوا شايفينه ده عشان يدينا الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بخلص الكمية كلها ونحطها في الصاج بتاعنا او الصواني مش مدهونة اي حاجة خالص. ونراعي ان احنا بنسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية لان هي لسه حجمها هيتضاعف معانا. ده اول صاج عملناه مع بعض، ودي الصاج التاني. يعني الكمية كلها زي ما انتم شايفين عاملين كمية حلوة جدا. طريقة بقى التسوية، البقسماط من الحاجات اللي بتدخل على نار تكون هادية، يعني اقل من المتوسط، حوالي درجة حرارة 160. بندخلها الرف اللي في النص بتقعد معانا من 20 ل30 دقيقة. بنفتح الفرن من تحت بس مع المتابعة. لو الفرن بيوزع الحرارة كويس هتسيبوا الصاج زي ما هو، لو مش بيوزع حرارة كويس هنبدأ نلف الصاج من كل جهة لحد لما يلون معايا
وياخد معانا لون من تحت، نبدأ بقى نفتح الشواية عليها من فوق مع المتابعة لحد لما بتاخد اللون الذهبي الجميل ده. احنا بنحطها على حرارة قليلة عشان تقعد مدة أطول فتقرمش معانا، ما تبقاش طرية زي المخبوزات اللي احنا بنعملها. بنطلعها من الصاج نسيبها تبرد خالص، وبعد كده بنقدمها بالهنا والشفا. وانا بقى جهزت كوباية الشاي وبدأت كده بقى ايه، ناكل البقسماط التحفة ده، طالع مقرمش وهش جدا، وفي نفس الوقت بيدوب، يعني مش ناشف واحنا بنقطمه، لا مقرمش بس حلو يعني. الريحة طبعا إضافة ريحة الكحك هي إضافة بسيطة، بس مدياها طعم حلو جدا، موديها في حتة تانية خالص. يلا بقى مع كوباية الشاي كده، أو الشاي بلبن على الفطار، أو وقت العصاري بالهنا والشفا. عايزاكم تجربوها، متأكدة إن هي تعجبكم جدا. لو حابين يعني تجربوا في مقدار قليل، خدوا نص المقدار ده وهتنجح معاكم إن شاء الله. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير.